3 أشياء تنجيك من عذاب القبر، فاحرص عليها وانشرها لغيرك، فالدال على الخير كفاعله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. رقم 1 بعد ما توحد الواحد تقول لا إله إلا الله. رقم 1 أن تسأل ربك سبحانه وتعالى أن يعيذك من عذاب القبر، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله سبحانه وتعالى من عذاب القبر في كل صلاة. كان يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. 2 المحافظة على الطهارة. ليه؟ لأن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم حينما مر على قبرين فقال إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، أي أن هذا الأمر ليس كبير عند الناس. أما أحدهما فكان لا يستبرئ من بوله، يعني إذا تبول لا يستفرغ جهده فيسقط بعض البول في ثيابه فلا تكون ثيابه طاهرة. رقم 3 البعد عن الغيبة والنميمة والوقوع في أعراض الناس. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة. فاحذروا هذه ال3 والجأ إلى الله سبحانه وتعالى واسأله أن يعيذك من عذاب القبر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيذني وإياكم وكل من استمع ونشر هذا المقطع من عذاب القبر، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبكم في الله، السلام عليكم ورحمة الله.